ويحضر معنا في الاستوديو الأستاذ قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري. أستاذي صح شريبتكم أولا، مرحبا بكم معنا في الاستوديو. إذن المشهد السياسي في تونس نحو مزيد من التعقيد بعد عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. كيف ترون تأثير هذه العملية على المسار الديمقراطي في تونس توازيا مع ما كنا نشاهده من استقالات داخل المجلس الوطني التأسيسي أو انسحابات بعض الأعضاء؟ أو استهدف الشهيد، ولكن تستهدف تونس من وراء هذا الاغتيال السياسي، تستهدف الدولة التونسية ويستهدف الوطن للاقتتال وللفتن حتى تعود بعض القوى إلى مراكزها أو توظف هذه الأوضاع التي تعيشها تونس لتعود إلى السلطة. هناك خطر بالفعل يتهدد تونس ويتهدد مؤسساتها إذا حصل لا قدر الله اقتتال أو عنف داخل الشارع. المهم اليوم أن هناك أزمة ولا بد من التعامل معها بكثير من الحنكة وبكثير من الوطنية. لا يرفع شعار تونس والوطن قبل كل شيء، ولكن يجب أن يكون حقيقة واقعة في حيز الواقع والعمل. اليوم هناك أزمة وتتحمل مسؤوليتها الأطراف جميعا، الأغلبية والمعارضة على السواء. الأغلبية لأنها فشلت في إدارة هذه المرحلة الانتقالية، وعلى المجلس التأسيسي أن يقر بذلك ويتحمل مسؤوليته التاريخية في الإعلان عن فشله في إدارة هذه العملية الانتقالية. وعلى المعارضة أيضا التي تتبنى في عديد من المناسبات احتجاجات ولكن لم تقدم أبدا مشاريع بناءة للتقدم بهذه المرحلة الانتقالية. إذن الوضع على ما هو عليه، والخوف على تونس قبل كل شيء، الخوف على الوطن، الخوف من أن تمس هذه الأوضاع استمرارية الدولة التونسية، والخوف أيضا من أن توظف هذه الأوضاع لصالح من تمت إزاحتهم ويريدون العودة من جديد على غرار ما حصل في مصر. المهم اليوم أن يعي هؤلاء كلهم وأن يعي التونسيون أن الوضع يقتضي الكثير من المسؤولية. على المجلس بالفعل أن يقر بفشله، وأن يتم وضع تنظيم مؤقت جديد للسلطة العمومية، وأن يتم خاصة انتخاب مجالس محلية، لأن الثورة والحراك الثوري بدأ من الجهات. مجالس محلية في كل معتمدية تنبثق عنها مجالس جهوية في كل ولاية، ومنها ينبثق مجلس وطني تشريعي. في ذلك الوقت سيكون معبرا تعبيرا صادقا أمينا كاملا عن الإرادة الشعبية. البناء يجب أن يكون من أسفل إلى أعلى، لا يمكن أن يكون البناء بنفس هذا الشكل الذي نشهده اليوم. هل يعني هذا أنك توافق الدعوات التي تنادي بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة وتكوين هيئة إنقاذ وطني تشرف على الحكومة وتنظم الانتخابات في المرحلة القادمة؟ مسألة الحل على المجلس أي أن يقوم بنفسه بالحل، لا يجب، وأن ينظم السلطة العمومية تنظيما مؤقتا، وهذا هو المطلوب. يعني الحل من سيحل حكومة الإنقاذ؟ هناك للأسف الكثيرون ممن يفكرون بعقلية 13 من جانبي، يتحدثون عن حكومة إنقاذ. من سينقذ من يعني لابد من إنقاذ الوطن، ولابد من تأسيس جديد مختلف عن التأسيس الحالي. ما زالت يعني تراودهم نفس الأفكار السابقة التي خرجوا بها من القرون الغابرة. كل الأطراف تتحمل المسؤولية، الأغلبية ولكن أيضا المعارضة، فليتقدموا بمشاريع بناءة حقيقة تؤسس لمرحلة جديدة وتؤسس لديمقراطية حقيقية. للأسف الصراع هو صراع حول السلطة وصراع وجودي. ما دام هذا الصراع يتعلق بوجود كل طرف ويتعلق إما بالبقاء في السلطة وإما بالوصول إليها مهما كانت الثمن ومهما حتى وأن سالت الدماء، فإننا لن نبني بالفعل دستورا ونظاما ديمقراطيا حقيقيا. النظام الديمقراطي الحقيقي يجب أن يبنى من الأسفل إلى الأعلى. انتخاب مجالس محلية ومنها ينبثق مجلس وطني تشريعي يدير المرحلة الانتقالية، وتنبثق عنه سلطة لوضع الدستور. والأمر لا يتعلق أيضا بخبراء كما يدعي ذلك الكثيرون، وليسوا بخبراء، بل الأمر يتعلق باختيارات سياسية للاستجابة للمطالب الشعبية. هناك الكثيرون للأسف ممن زرعوا
زرعوا بذور الفتنة في بعد 14 من جانفي، وها نحن نحصد اليوم هذه الفتنة التي تتهدد المجتمع. علينا أن نؤسس من جديد تأسيسا مغايرا تماما للتأسيس الحالي، مغاير بفكر جديد، بفكر دستوري وسياسي جديد. في ذلك الوقت يمكن أن نحول تونس إلى نظام ديمقراطي حقيقي ينبع حقيقة من الإرادة الشعبية. أما الوضع على ما هو عليه وهذا الصراع المتواصل وهذه الدماء التي تسيل هباء، يعني لماذا كل هذا؟ من أجل الصراع على السلطة، من أجل البقاء فيها أو من أجل الوصول إليها في أقرب الأوقات. علينا أن نفكر في أن الحراك الثوري انطلق من الداخل ولم ينطلق من المركز. انتهى هذا الدور التقليدي للمركز، انتهى دور الأحزاب السياسية. لو كان الشعب التونسي في حاجة إلى قيادات تقليدية لكان أفرزها بمناسبة هذا الحراك، ولكنه لم يفرزها لأنه لم يعد في حاجة إليها. له مشروعه الجاهز، هو في حاجة فقط إلى آليات جديدة تمكنه من التعبير عن إرادته وعن سيادته. لابد من الرجوع إلى السيادة الشعبية وإلى سيادة الشعب، هو صاحبها، ولا بد من الانطلاق من الأسفل إلى الأعلى، بناء جديد يختلف عن البناء الحالي والبناء السابق. نعم، شكرا لك الأستاذ قيس سعيد، أستاذ في القانون الدستوري، على حضورك معنا وعلى هذه الإضافات.